السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتي أكلات شهية مع لولا. اليوم غادي نبارطاج معكم هاد الكاطو اليومي اللي كيجي رطب وسهل التحضير غير في الخلاط. ندوز دابا الطريقة والمقادير ان شاء الله. نبداو دابا على بركة الله. هنا في الخلاط درت بيضة واحدة، قبصة ديال الملح، وغادي ندير 6 المعالق كبار ديال السنيدة أي سكر حبيبات، وغادي نطحنهم مزيان تذوب ديك السنيدة. ثم غادي نزيد نص كاس ديال زيت المائدة، ما يعادل 6 المعالق كبار، مع الخلط دائما. واحد ساشية ديال فاني، وهنا غادي نزيد 6 المعالق كبار ديال الطحين فورس اللي غربته من قبل، وهنا غادي نزيد 2 ساشيات ديال خميرة، ونخلطوه. بعد ما تخلط الخليط هنا خديت المول اللي دهنته بالزبدة والطحين، وغادي ندير فيه الخليط ديال الكيك. انا مشعله الفران من التحت تسخن الفران شويه، وندير الكيكه ديالي ملي طيب من التحت عاد نشعلها من الفوق. وهنا في وسط الكيك درت شوكولا فيرميسيل في الوسط، هادي اختياريه اللي باغي يديرها يديرها، او لي بيبيو شوكولا حتى هما كيجيو زوينين. وهنا غادي ندير دابا الكيكه في الفرن طيب، ونرجع معكم في طبق التقديم ان شاء الله. هنا بعد ما طابت الكيكه كتولي على هذا الشكل. نتمنى تجربوها، ولا جربتوها ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب باش يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.